تعمل ايه يا كوتش؟ انتوا عامل ايه؟ الكرياتين لما بتساب فتره طويله بيكلكع، بيبقى كلاكيع 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 كده. ففي ناس بتفتكر ان هو ايه باظ، لا. الفكره كلها انك انت لما بتجيب السكوب بتحطه هنا وبتحطه في الميه، فممكن يطول ميه فتحطه يبدا يكلكع ايه شويه، وكده ما باظش. تقوم قافله في العلبه وضربته كويس اهو. طبعا احنا في التمرين ناس كتير جدا بتسالني ناخد الكرياتين امتى وازاي. انا هقول لك انسب طريقه. ده السكوب 5 جرام اهو، خلاص. تحطه على شويه ميه كده خفاف، مش ما تملاش الميه للاخر، وبعد كده بتزود عليه الميه. حلو. بص، الكرياتين الاصلي مهما تقلب فيه ما بيبوش، يعني الميه ما بتدوبوش. فتعمل ايه علشان خاطر ما يبقاش فيه راصد في النهايه كده وتشربه؟ هتفضل تقلب 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 وتروح ايه شاربه وهو دوامه كده. طبعا امينه شلال لو شافتنا واحنا بنشرب البتاع في الاتيكيت بتاع الاكل ده هترمي نفسها من فوق السطح. كرياتين انا باخده معايا في الشنطه من الحاجات اللي ما بسيبهاش. ليه بقى؟ لان انا ممكن اخرج اروح مشوار او اتاخر او بتاع فما اعرفش اخده. فعشان كده اي حاجه مهمه سبلمنتس بصفه عامه تاخدها بعد التمرين، بروتين، كرياتين، اي حاجه فيها فايده هتبقى افضل بعد التمرين، لان جسمك في حاله تعطش بشكل كبير جدا للعناصر الغذائيه، علشان وكمان سريعه الامتصاص، عشان خاطر هو لسه طبعا من تمرينه جامد. يلا بينا.